ظهرت فجأة على السوشيال ميديا وشكلها ناوية تنافس أختها الفترة اللي جاية، وهتدخل التمثيل وفولة واتقسمت نصين من أختها. كانت مقضية حياتها برا مصر بين مصر وأمريكا، وعايشة بدور البلوجر وبتعلم البنات يعملوا الميك اب، وست بيت شاطرة وجوزها بيحلف بشطارتها. وعلاقتها بالمخرج محمد سامي مفاجأة للجميع. يا ترى ايه هي أسرار حياتها وايه علاقتها بأختها مي؟ تفتكروا ايه موقف مي عمر من ظهور أختها؟ كل ده وأكتر هقول لكم عليه في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للآخر. سارة أخت الفنانة مي عمر عاملة قلق كبير قوي على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، وده بعد ما ظهرت فجأة في يوم وليلة الناس لقيتها فتحت حسابها على انستجرام بعد ما كانت مخليه برايفت، يعني للأصحاب المقربين وأهلها وبس. والحقيقة إنها ما فتحتش الأكاونت بتاعها وخلاص، لا ده كل شوية تنزل صور جديدة ليها وتتفاعل مع المتابعين وتشاركهم لحظات من يومها وكأنها نجمة ومتعودة على الشهرة. بس مش على قد السوشيال ميديا بس اللي ظهرت عليها سارة، لا ده كمان شكلها سابت امريكا. ايوه، كانت مقضيه حياتها هناك مع جوزها وولادها في ولايه فلوريدا، ودلوقتي بقت مستقره في مصر ورايحه جايه في كل المناسبات الفنيه، وما بتفوتش مناسبه غير وهي مع اختها مي عمر. حتى لما سافرت تونس سافرت معاها تونس عشان تحضر مهرجان فني هناك، وكمان كانت مطقمه معاها. ويا سلام بقى على فرحتها وقتها، ما كانتش مصدقه خالص انها هتمشي على السجاده الحمراء وتعيش النجوميه زي اختها، لدرجه انها نشرت صوره الاي دي بتاع المهرجان ومكتوب عليها اسمها وحطت قلب. طب وسفريه تونس بس؟ لا، برضه سافرت معاها قطر وحضرت افتتاح فرع جديد من فروع عيادات شام الذهبي بنت أصالة. ومن الاخر كده ساره ناويه تنافس اختها مي عمر الفتره اللي جايه وتدخل التمثيل زيها وتبقى فنانه، يعني بتجيبها واحده واحده، اللي هو تاخد على الاجواء في الاول وتعرف الدنيا ماشيه ازاي. واول ما تحس الدنيا بقت فل معاها هتطلب من المخرج محمد سامي جوز اختها يساعدها ويديها فرصه في مسلسل، او حتى في مسلسل لاختها. وما اقولكوش بقى محمد سامي ما يقدرش يرفض لها طلب، ده بيتعامل معاها لانها اخته بالظبط مش اخت مراته، وده بسبب طيبه قلبها واسلوبها الحلو. تخيلوا انها كمان انتيمه ريم سامي اخت المخرج محمد سامي، وما سابتهاش لحظه وقت ولادتها، كانت فرحانه قوي بابنها واتصورت معاه ونشرت الصور على حسابها على انستجرام. اما بقى موقف اختها من ظهورها فهي فرحانه بيها وبتحاول تدعمها وتاخدها معاها اي مناسبه فنيه، وكمان بتنزل صورها معاها عندها على السوشيال ميديا عشان الناس تدخل تتابعها ويعرفوها. ساره عمر رياضيه درجه اولى ولا يمكن تفوت يوم من غير ما تروح الجيم، وده لانها خايفه وزنها يرجع زي زمان وتزيد، وهي لما صدقت توصل للوزن ده اللي هي عليه دلوقتي. كمان هي عايشه دور البلوجر وبتطلع تعمل اعلانات عن الميك اب وريفيوهات لانها بتعشق الميك اب، لدرجه انها كمان بتعلم البنات يعملوا ازاي. ساره ست بيت شاطره وجوزها بيحلف بشطارتها في البيت ومع ولادهم، وبيقول انها بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تحافظ على بيتها وجوزها واولادها وتساعدهم. تفتكروا ساره هتمثل مع اختها مي في رمضان اللي جاي؟